السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ هنتكلم على فيديو. كان جالي عليه بعض الاسئله اللي هو الزبده، واحنا بنحول القشطه لزبده. في ناس كتير وانا والله من ضمن الناس دي، ان هو ساعات الزبده يعني ما بتتحولش، القشطه ما بتتحولش زبده، او السائل اللي هو الخض اللي انتوا شايفينه قدامكم في الحله ده اهو ما بيطلعش. طب نعمل ايه؟ او الحل ايه؟ او البدايل ايه؟ تعالوا النهارده هنعمل فيديو ظريف كده واحنا بنعمل الزبده مع بعض. طبعا هيبقى معايا كميه قشطه. كميه قشطه ديت انا لازم احطها في التلاجة قبلها بيوم. يعني مثلا انا شلت القشطه النهارده من على وش اللبن، لازم اول حاجه اعملها ان انا ابيت القشطه دي في التلاجة. يعني اشيل وشها كده زي ما انتم شايفين اللبن اهو، اشيل وشه وبعد كده احطه في التلاجة. طيب بعد ما احطه في التلاجة اسيبه يوم او اتنين مفيش مشكله، طالما ان انا هضربها زبده يعني يبقى عادي. يعني هي كده كده برضه هتبقى طازه، ولكن طالما مش للاكل، الاكل دي ممكن تبيعها في يوم او تاني يوم وتالت يوم برضه، بس يستحسن القشطه لما تتباع للاكل تبيعيها طازه بطازه. لكن لو هتضربيها زبده زي دي كده مفيش مشكله خالص، تحطيها يومين او ثلاثه في التلاجة بحيث تتماسك وتطلع معاك على طول، او تطلع الخض بتاعها على طول. ديت اول حاجه. طيب ينفع نحطها في الفريزر؟ يعني نعمل قشطه حوشاها في الفريزر، حطها اسبوع واتنين وتلاته، وبعد كده طلعيها تفك عادي خالص في جو الغرفه العاديه او في جو التلاجة. يعني تفضل كمان يوم ولا حاجه في التلاجة بحيث ان هي تفك معاكي وتعرفي تتحكمي فيها وانتي بتلفيها. فانتي عندك كميه قشطه حوشي في الفريزر، وبعد كده طلعيها تفك شويه، ما تكونش ثابت خالص، تكون لسه ساقعه كانها بدرجه بدرجه سقوعيه التلاجة، وبعد كده تبداي تضربي فيها. انا كده قاعده جنب المواعين بتاعتي كده في الغرفه اللي هي بتاعت اللي انا برقد فيها، ما فيش فيها يعني اضاءه كويسه، ولكن هتنقل بعد كده عشان هكيس معاكم زي ما انتم شفتوني كده في المطبخ عادي. وهقول لكم بعض المعلومات. هنا بقى بدات ان انا كنت عاينه القشطه، كنت شايلاها قبلها بيوم، وفي اللي والله لسه شايلاها معاكم حالا، وبدات اضرب كده. بتضربي ازاي؟ بتضربي اتجاه واحد، لف باتجاه واحد، مش تقعدي تروحي شويه كده شمال وشويه كده يمين، هو اتجاه واحد. بعد شويه كده من الضرب، ساعات بيبقى ضرب مبرح لان ساعات بتغيب. اقول لك كمان اسباب ان القشطه بتغيب معاك على ما تطلع، على ما تفصل وتبقى زبده. هقول لك الاسباب برضو، بس انت هنا بتفضلي تضربي فيها شويه لحد ما تطلع السائل اللي هو الخض اللي انت شفتيه ده، وتعصريها كويس قوي وتحطيها في ميه بتلج. ده مهم جدا علشان اللبن اللي هو الخض ده بيبقى في حوالين الزبده. لو انت بعتيها على كده او كيستها على كده، بيبقى بعد كده بتطلع ريحه مش كويسه. فلازم تغسلها بميه ساقعه مره واتنين كمان، مش مره واحده. طيب ممكن وانت بتضربيها ما بتطلعش على طول. هقولك كمان هي ساعات ما بتطلعش على طول ليه، وساعات بتعمل معايا كده. يا جماعه لو اللبن خفيف، القشطه بتبقى سايبه اصلا، انت بتطلعها بتبقى مش عارفه تطلعها من على وش اللبن، دي بتغيب. يعني اللبن لو خفيف القشطه بتبقى خفيفه، فالقشطه الخفيفه دي بتغيب قوي على ما بتطلع من الخض بتاعها. يعني في كل الحالات اللبن بتاعك، اللبن اللي انت هتشتريه لازم يكون دسم وكامل الدسم كمان، علشان هو اصلا لما يكون اللبن كويس كل حاجه بقى بتبقى كويس. يطلع لك انتاج جبنه كويسه، يطلع لك انتاج قشطه كويس، القشطه تطلع لك انتاج زبده كويس. فاهم حاجه والاساسي هو اللبن، زي ما بقول في كل فيديوهاتي بتاع الجبنه القريش، ان هو اهم حاجه اللبن يكون من مصدر موثوق فيه، وما يكونش متشال منه اي دسم، يكون لبن كامل الدسم ويكون بخير. شفت كده الطريقه؟ وما شاء الله الخض طالع كده زي ايه، تحسي ان هو قشطه في نفسه كده، ما شاء الله الخض روخر حكايه. طيب فلنفرض ان انت مش قادره تضربيها بايدك، خلاص انت عندك عجان. حطي مثلا كيلو قشطه فيه، او نص كيلو قشطه حسب حجم العجان بتاعك. تقدري تعملي في العجان يعني هتحطي نص كيلو قشطه مثلا وتسيبيه يلف، هيفضل يلف 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 لحد برده ما هيطلعها لك، وهتطلع برده. بس هو الفكره مش هيبقى يعني انا عن نفسي يعني بحب اضربها بايدي، يعني بستمتع وانا بضربها بايدي كده. خلصت الزبده وزي ما قلت لك كل الملاحظات. هنا كنت بعملها العميله وكانت طالباها مني ان هي تبقى كوالي ويبقى الكيلو مبطط كده علشان ما تاخدش مساحه في التلاجة او في الفريزر. طبعا كل واحد وله طلب، يعني في ناس تقول كوريها، وفي ناس تقول صبعيها، وفي ناس تقول بططيها، زي ما كل واحد حابب. هي بتبقى طازه زي ما انت شايفاها كده، وانا بشكلها براحتي او على حسب رغبه العميل. كده الزبده طلعت معايا ما شاء الله زي الفل. غسلتها مره واتنين لحد ما الميه بقت بيضه كده، وطبعا لازم يكون بتلج علشان حتى ما تسيحش منك، وخصوصا لو احنا في الصيف.
بططتها كده زي ما انتم شايفين، وزنتها كل واحده كيلو، وبحط كل واحده في كيس، في الكيس بتاعها لازم علشان تتلف كويس. هنا الخض اهو ما شاء الله كويس قوي. وهنا كمان بوريكي ان الزبده، انا عندي زبده برضو بعملها مثلا مخلط. في ناس تقول لي يعني ايه مخلط؟ اقول لك يعني اللبن بيبقى بقري على جمسي، ويطلع لك ما شاء الله الزبده كده لونها فاتح ما بين الاصفر والابيض. ده بقري صافي، الكيلو ده بقري صافي. بس بوريكي الفرق ما بين ده وده، ان هو بيبقى البقري الصافي اصفر قوي، والبقري المخلط بيبقى ما بين الابيض والاصفر. اخر حاجه يا جماعه قبل ما انسى، اللي قالت لي لو القشطه ما طلعتش، طب لو القشطه ما طلعتش معاكي خالص هتعملي ايه؟ انت هتسيحيها زي ما هي، هتحطي لكل كيلو قشطه تحط له معلقتين ملح وعلى نار هاديه، وكانك بتسيحي الزبده بالظبط. هتطلع معاكي سمنه برده زي الفل، وهتطلع مرته، وهتطلع كل حاجه، يعني هتبقى ما شاء الله طبيعيه. العيب بس الوحيد اللي فيها ان هو ما بتستفاديش بالخض، وبتغيب شويه على ما بتستوي معاكي، لان طبعا كميه السوائل اللي فيها دي كلها لازم بتتبخر. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، وهستنى اسئلتكم، وان شاء الله هرد على اسئلتكم كلها. ما تنسونيش بلايك حلو كده منكم، وكومنت حلو، واشوفكم على خير. مع السلامه.